انا واثقه ان كل الناس اللي تعرفني هيتصدموا لما يشوفوا اني عامله سمك في الفيديو ده، لاني ببساطه ما بحبش السمك خالص. بس انا المره دي جربت طريقه كده جديده للسمك خلتني ادمنته، واكتر حاجه كانت بتخليني اتضايق من السمك هي ريحته وان اقعد انضفه. بس كل ده اتحل لما عرفت براند 10/10. دخلت على الويب سايت بتاعهم، اخترت انواع السمك اللي انا عايزاها ووزنها، والحاجه جات لي فروزن وفريش ومتنضفه، والسمك ما فيهوش اي ريحه زفاره وجاهز على التسويه على طول. اخدت الفيليه بتاعهم وقطعته النصين بالشكل ده، وهنعمله تتبيله حلوه قوي. معلقتين بقى من كل الحاجات اللي هقولها لكم دي، زيت زيتون او زيت عادي، وصويا صوص، وخل التفاح او خل ابيض، وثوم مفروم، والتوابل اللي كاتباها لكم دي. وممكن تستبدلوا كل التوابل دي ببهارات سمك بس، ونسيبهم بقى شويه في التتبيله. وفي طاسه هنحط مكعب زبده وعليهم شويه زيت، وننزل بالسمك الفيليه اللي تبلناه. والسمك ما بياخدش وقت خالص في التسويه، دقيقتين تقريبا على كل جنب. نشيل الفيليه وفي نفس الطاسه هنعمل صوص كده خطير. ننزل بمكعب زبده تاني وعليهم معلقه ثوم مفروم ومعلقه دقيق، وبعد ما الدقيق يختفي كده في الزبده هننزل بعصره ليمون ومعلقه مستردة وربع كوبايه ميه. واخر واهم حاجه الشبت، هو اللي هيدي طعم حلو قوي للصوص. ممكن تحطوا الفيليه في الصوص ده على طول، او تقدموه مع رز وتنزلوا على الفيليه بمعلقه كده من الصوص. مش قادره اقول لكم بقى كان خطير ازاي، غير لي مفهومي تماما عن طعم السمك. والفيليه كان حرفيا طري جدا وبيدوب.